من ساعة ما سبت اسكندرية وجيت على الإمارات وقفلت مطعمي وأنا ما كلتش كبدة اسكندراني. السجق الاسكندراني بتاعنا من بعد 3 سنين في الامارات ما اكلتش فيهم لقمه الكبده الاسكندراني، سمعت عن دكتور كبده في عجمان. بما ان انا اسكندراني فليا الحق ان انا اقول لكم الكبده دي ايه وضعها. خش عليا. الكبده الاسكندراني دي يا جماعه ما فيهاش ريحه الزفاره، لان بيجيب الكبده من مصر. الخلطه اللي بتتعمل بيها بالسبايس بالفلفل الاخضر قسما بعزه جلاله الله جامده. فالنهارده يا جماعه عشان بس الناس اللي هتزهق من السحور بتاع الفول والبيض والجبنه هتتسحر كبده. انا من وانا في اسكندريه كنت بتسحر كل يوم كبده. خش معايا على السجق الاسكندراني. سجق اسكندراني الخلطه اللي عاملينه بيها خلطه جامده جدا جدا جدا. وعشان دكتور كبده اخصائي ترندات فعمل لك ترندين ولاد لذينه. فاهيتا بسطرمه جبن، طعمها يا جماعه خطير وجبار لا تتخيلوا. بص المنظر عامل ازاي، حاجه يعني يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. الترند ده بقى يا جماعه ده عجبني جامد جدا. سجق بالبسطرمه. البسطرمه واخده السجق في حته تانية. العروض دي يا جماعه طول شهر رمضان. العناوين وارقام التليفونات تحت في الديسكريبشن. دكتور كبده عجمان النعيميه 1. السلام عليكم.